السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا النهاردة مع الموسم الثالث، وأتمنى تكونوا تابعتوا المواسم اللي فاتت لأننا كالعادة هنبدأ مباشرة مع سام تارلي اللي هرب من قبضة الرجال الأوائل على أصوات الزومبي وما بيحصدوا في أرواح الناس، والجثث الحية اللي اتحركت وهجمت عليهم في وسط العاصفة. لكن بيكون الدب العجوز مورمونت كان منظم خطة للانسحاب لناحية السور. أما في أقصى الشمال هناك كان جون سنو بيوصل لجيش الهمج الضخم، وكمان كان أول مرة يشوف عملاق. وبطبيعة الحال النايتس ووتش واللون الأسود ما كانش محبوب أوي في المكان ده، بياخد طوبة كده على الماشي وبيعرف نفسه للموجودين في الخيمة بتاعة الملك وراء الجدار مانس ريدر، وساعتها بيختبروه عشان يتأكدوا من نواياه. بيكون لحد دلوقتي تمام ومقبول. في الجنوب سيرسي بتروح تزور تيريون عشان تضمن انه مش هيتهمها ويقول لابوهم انها حاولت تقتله وقت المعركة، وبتكون زيارة مريبة شوية. وعشان كده بودريك التابع بتاعه بيجري ينادي على بروم بسرعة، وخوفا على حياة تيريون كانت هتقوم خناقة مع حراس سيرسي الذهبيين وبينه، بس في الاخر بيحصل خير وبروم بيستغل كده وبيضاعف اجره كحارس شخص لتيريون ويبقى خلاص رسميا فارس. تايوين بقى بيدي تيريون محاضرة بخصوص الناس اللي بيصاحبهم، وبيكون تيريون متغاظ من انه مش واخد اي تقدير من ابوه. وبالنسبه لتيريون بيعترف انه فعلا دافع عن المدينه كويس، لكنه في الاخر بيفضل برضه بيكرهه بسبب انه قزم، وبيأكد له انه مش هيورث قصر اللانستر ابدا. سانسا بقى بتحاول تنسى المصيبه اللي هي فيها وبتقضي وقتها مع شاي، لكن ليتل فينجر بيعرض عليها فرصه حقيقيه للهروب معاه، بس حتى اقرب واحده ليه بتحذر شاي ساعتها انها تقول لسانسا تاخد بالها منه. وبنشوف كمان الملكه المنتظره مارجري وهي بتعمل استعراض مثالي للانسانيه، وهي بتزور ايتام كينجز لاندنج وبتحاول تكسب قلوب الناس، ودي حاجه جوفري ما كانش مستمتع بيها قوي. وفي نفس الوقت بنلاحظ ان سيرسي بتكرهها تماما، وده بيبان خلال وقت العشاء لما كانوا مع بعض. في وسط البحر بقى سير ديفوس بيطلع لسه عايش، وبيكون على صخره في وسط البحر، وبيتم انقاذه على ايد رجاله سالادور سان، وبيعرف ان ميليساندر لسه حمراء وبتحرق ناس احياء من وقت الهزيمه اللي تعرضوا له. وديفوس بعد ما بيكون فقد ابنه الوحيد بسبب النار وبسببها بيقرر انه لازم يقتلها عشان يبرد ناره وينقذ الملك من تأثيرها. فبيروح يواجهها في دراجون ستون وبيحاول يقتلها فعلا، لكنها بتكون ببساطة ساحرة، والنتيجة ديفوس بتحبس. روب ستارك بقى بيتحرك ناحية هارن هول مع روس بولتون، لكن الجبل ما بيكونش هناك عشان يحمي المكان، فبسهولة بيستولوا عليه، وبيلاقوا كل سجناء الشمال هناك اتذبحوا وسابوهم يتعفنوا، بما فيهم ناس مقربين من اللوردات. بس بيكون في شخص واحد لسه عايش اسمه كايبور. وهناك في الشرق داني بتكون في طريقها لاستابور علشان تشتري جيش، وبيبان ان التنانين بتاعتها بتكبر، والدوثراكي كانوا بيعيشوا اسوأ كوابيسهم وهو ركوب البحر. سيرجورا بيكون شايف ان احسن حاجة يعملوها دلوقتي هي انهم يشتروا من الانسالد، ودول عبيد عسكريين مخصيين مدربين بوحشية. وبالفعل تحت التمثال الهربي بتقف دينيريس تتفرج على أقوى جيش ممكن تشتريه بالفلوس، ناس بدون مشاعر، مجرد أدوات حرب. العبودية نزعت عنهم كتير من إنسانيتهم. العبودية دي اللي كانوا بيتعرضوا لها كانت عاملة جوه داني زي السم، وبتكون مش قادرة تستحمل اللي شايفاه فبتمشي. لكن وهي في المينا واحدة من أطفال الصحراء بتحاول تقتلها بمنطقور ملون، لكن فجأة مين اللي بينقذها؟ سير بارستين سلمي بذات نفسه، وبيقسم ليها على الولاء وطاعة. وهناك في الشمال بران بيكون بيحلم بعيلته، وبيشوف الغراب ابو 3 عيون، وبيشوف ولد من سنه وبيعرف انه هيقابله بعد كده، ويبان ان رحلتهم لسه طويلة قبل ما يوصلوا للسور. في نفس الوقت ده اللورد بولتون بيجيب اخبار سيئة جدا لروب كاتلين، ابوها مات في ريفران، وابن بولتون اللي راح ينظف وينترفيل رجع باخبار بتقول ان بران وريكون اختفوا، وثيون ورجالة الجزر الحديدية سابوا المكان ومشيوا. وقتها اللورد كارستارك كان شايف الامور على حقيقتها، ومقتنع ان الجنازه في ريفران مجرد مضيعه للوقت، لان جيش الفريز ما بقاش معاهم بعد ما روب كسر وعده واتجوز تاليسا، واللي بقت دلوقتي اقرب لكاتلين عن الاول، وعلى الاقل بتكون بتحاول تخفف عن كاتلين حزنها. اما ثيون فبيكون اصلا مش عارف هو فين، لكنه بالتاكيد بيكون في مكان مش كويس خالص، وبيكون بيتعذب بطرق بشعه، وبيكون متبهدل على الاخر. بس بيكون في خادم في الاسطبلات بيقول له انه موعود من اخته يارا عشان يساعده يهرب. بس بعدين بريان بقى بتكون لسه ماشيه بجيمي ناحيه الجنوب في مشوارهم لكينجز لاندنج، وبعد شويه كلام وهزار عن رينلي بيحصل لحظه ادراك ان الواحد ما بيختارش هو بيحب مين. لكن على الكوبري جيمي بيحاول يغفلها ويمسك واحد من السيوف اللي معاه، وبيكون ناوي يقتلها ويهرب. المشكله انه بيكون فقد لياقته، وبريان مقاتله غلبت واحد زي لورا ستايريل اللي وقع الجبل من على حصانه، فالموضوع ما كانش سهل عليه ابدا. بس المشكله الحقيقيه مش في الكلام ده، المشكله انهم عملوا دوشه واتقبض عليهم من واحد من اشهر الصيادين بولتون اسمه لو. وفي العاصمه
وبنشوف سيرسي الام تنصح ابنها جوفري وبتحذره انه يخلي باله من مارجري عشان ما تكسبش قلوب الناس وتاخدهم منه. بس جوفري كالعاده مش بيسمع كلام حد، وشي بتكون بقت بتحمي سانسا اكتر، والسير لورس بياخدها عشان تزور مارجري وجدتها الحاجة أولينا من هاوس تايريل. الست دي مش سهلة أبدا، دماغها شغالة زي الساحرات وعاوزة تعرف حفيدتها داخلة على جوازة شكلها إيه. سانسا المسكينة بتقول لها بكل صراحة إن جوفري وحش ومريض نفسيا ومعندوش أي إحساس، لكن مارجري بتكون مصرة جدا إنها تبقى ملكة، فبتدعي حتى إنها بتحب القتل والعنف. في الشمال الحقيقي ورا السور مانس ريدر بيكون بيقول لجون إنه جمع كل الثقافات والقبائل السبعة اللي بيكونوا الوايلدنجز، لأنه عارف إنهم هيموتوا لو ما اتحركوش ناحية الجنوب. ووقتها جون بيقابل لأول مرة وورم اسمه اللي بتكون عنده القدرة إنه يدخل في عقول الحيوانات زي بران كده، وبيكون بيستخدمهم ككشاف وبيبلغهم إن قبضة الرجال الأوائل مليانة جثث النايتس ووتش، والناجين اللي هربوا ما بيكونوش سايبين سام في حاله وبيكونوا زعلانين منه عشان ما بعتش غربان للتحذير. وفي الغابة بران بيقابل الولد اللي كان شافه في الحلم قبل كده، وبنشوف أوشا ما بتكونش عاوزة ضيوف، بس الولد ما بيكونش لوحده، وبيكون جوجان ريد وأخته ميرا اللي كان بيدوروا على بران، وسمر الديب بتاعه بيوافق عليهم. جوجان بيكون فاهم ان بران وور وبيكون عنده رؤى هو كمان، واخته ميرا المحاربه بتكون طيبه على عكس اوشا اللي دماغها ناشفه. اريا بقى والمجموعه بتاعتها بيقابلوا ثورس وجماعه الاخوه بدون رايه اللي كانوا زمان جزء من القوه اللي نيد ستارك بعتها في الموسم الاول عشان يطردوا الجبل قبل ما الدنيا تخرب. دلوقتي بقوا مجرد عصابه بيمشوا ويضحكوا على حال الدنيا، وبعد شويه كلام وهزار كانوا فعلا هيسيبوا اريا تمشي، لكن للاسف الهاوند بيقع اسير للجماعه هو كمان، وساعتها بيتعرف على اريا وبيفضح انها ستارك. كاتلين بقى بتروح تحضر جنازه ابوها في نهر الترايدن، وبنتعرف على عيلتها. اخوها ادميور نص نص، مش وحش بس مش الافضل، وهو اللي هيكون اللورد الجديد لريفر ران. وعمها برندن السمكه السوداء راجل ناشف وشاطر ومستقل. وبيكون ادميور كان مسك شويه اسرى تابعين للانستر، لكن للاسف بيلخبط خطط الحرب بتاعت روب. في الوقت ده كاتلين بتكون منهاره وبتبكي على حاجات كتير لعمها. وفي العاصمه تايوين بيلعب سياسه في المجلس الصغير، لكن تيريون ما بيكونش داخل معاه في اللعبه. وبيكون ليتل فينجر هيروح يطلب ود لايسا اخت كاتلين عشان يضم قوات الوادي لصفهم، فبالتالي تيريون بيبقى سيد العملات بداله وبيستلم الدفاتر من بيوت الدعاره، وبيكون فاكر ان الدنيا حلوه، لكنه بيكتشف ان التاج غرقان في ديون ضخمه جدا للبنك الحديدي في برافوس. بعد كده وهم في طريقهم بعد ما اتمسكوا جيمي بيحذر بريان ان جماعه لوك دول ناس مش كويسين خالص وغالبا هيحاولوا يعتدوا عليها، وبالرغم من انه حاربها ويعرف مقدار قوتها الحقيقيه بينصحها تحاول تفضل عايشه. في نفس الليله بريان بتقاوم فعلا، لكن جيمي بيكذب ويقول ان جزيره الياقوت اللي بريان منها جزيره غنيه جدا وانها ممكن تساوي فديه كبيره ويتقلوها بالياقوت لو فضلت عايشه. ساعتها لوك بيصدق الكلام وبيسيبها في حالها، لكن للاسف مش الجماعه دي اللي يتلعب معاهم، وبدون اي سبب غير الشر لوك بيقطع ايد جيمي اللي بيمسك بها السيف وبيقضي عليه كفارس ومحارب. في الوقت ده جيش الهمج بيكتشف الدوامه الدمويه اللي سبب هجوم الاخرين والوايت ووكرز، وبيكون كل اللي باقي هي الخيول وبس، لان الجثث البشريه قامت تاني كوايتس. الهجوم على حرس الليل كان ضربه جامده جدا بس كمان فرصه للشغل، عشان كده مانس ريدر بيبعت تورموند ومعاه جون سنو عشان يتسلقوا السور مع مجموعه صغيره معاهم ويهاجموا كاسل بلاد. وبيكون جزء كبير من العمليه دي اختبار لنوايا جون الحقيقيه. وقتها مورمونت والقوات اللي معاه اللي انهزموا بيرجعوا لملجأ كراستر. الاستقبال كان واضح جدا انه بارد، بس كراستر في الاخر بيدخلهم. في الوقت ده جيلي كانت في اوضه جنبهم بتولد، وساعتها سام بيروح يشوف ايه اللي بيحصل وبيكتشف انها جابت ولد. في الشرق بقى في ستابور جورا بيتكلم مع داني عن فكره شراء جيش الانسالد الجنود المخصيين، وبيحاول يقنعها انهم الافضل لانهم في حاله الحرب مش هيبقوا مغتصبين ابدا، وده بيقدمه كسبب اخلاقي لاختيارهم. جورا بقى بتبان عليه الغيره من وجود سير بارستان سلمي، وبيكون شايف انه لازم يسيبوا ثقافه العبوديه في حالها. بعديها بيروحوا لتاجر العبيد، وداني بتقرر تبيع واحد من التانيين بتوعها مقابل الحصول على كل جنود الانسالد اللي عنده، وكمان هتاخد المترجمه مساندي معاهم. في مكان تاني الراجل اللي كان بيساعد ثيون واللي كان وعده بالهروب بيهربوا فعلا على حصان، بس ثيون ما بيعرفش هو فين وما بيعديش وقت كتير وبيصطادوه تاني وبياخد على ودانه جامد وبيتبهدل، وبيوصل لدرجة انه كان هيتعرض للاغتصاب لحد ما نفس الراجل اللي ساعده بيظهر تاني وبينقذه في اخر لحظة وبياخدوا يتحركوا، وبعد شوية بيوصلوا المكان المفروض يكون فيه اخت يارا والرجالة اللي جايين من جزر الحديد عشان ينقذوه. ساعتها بيقعدوا ينتظروهم وثيون بيفضفض شوية معاه وبيعترف له انه ما قتلش ولاد ستارك، وبيعترف كمان انه ما لقاهمش اصلا، بس للاسف في لحظة واحدة
بيتضح ان كل ده مجرد لعبه بنت لذين تتلعب على ثيون، وثيون بيلاقي نفسه راجع تاني لنفس المكان اللي كان بيتعذب فيه، وبيلاقي نفسه مربوط على الصليب ومستني جوله جديده من العذاب. جيمي بقى حالته بقت صعبه جدا، وبيكون معلق في رقبته وايده المقطوعه اللي بتكون بدات تتعفن، وبيتدحضر بيه الحال وبيشرب بول خيول، وبيكون اتمرمط تماما. بريان بقى بتحاول تدعمه معنويا وتقول له انه ضحى بنفسه عشان يمنع اغتصابها، بس عن نفسها بتكون مش فاهمه ليه هو عمل كده اصلا. في العاصمه فارس كان في قعده صفا بيحكي لتيريون عن حكايته واللي حصل معاه وهو طفل لما اتباع لساحر واتخصب الكامل وتم استخدام عدته في طقوس سحريه، وده احد اسباب كرهه لستانس والساحره الحمراء اللي معاه. وبيقول كمان انه بدال ما يموت نتيجه للي حصل معاه ده كبر وبقى حرامي محترم، وبعدين اشتغل على نفسه لحد ما بقى احسن واحد يسرق معلومات بدل ما يسرق فلوس لانها الاهم. شمالا بقى في ملجأ كراستر الناجين من الحرس بيحاولوا يتعاملوا مع الجوع والبرد، ومع العدد المتزايد من الخونة وسطهم فجأة بيحصل تمرد وبتقوم خناقة كبيرة بتقتل كراستر والقائد مورمون، والدنيا بتبقى فوضى بشكل كبير جدا. ساعتها سام بيستغل الفرصة ويهرب مع جيلي والبيبي بتاعها، اما الاخوة اللي بدون رايات بياخدوا اريا وجندري والهاوند للمخبأ بتاعهم، واللي كان في القيادة فيه سير بريك دانداريو الراجل اللي مات ورجع للحياة كذا مرة بفضل ايمانه بنفس الاله الاحمر اللي بتعبده الميليساندر. وهناك الهاوند بيتحاكم بسبب جرايمه، والحكم بيكون محاكمة بالقتال، وبيكون هيواجه سير بريك دانداريو. مارجري وجوفري بقى علاقتهم بتتطور جامد وبيكونوا بيخططوا للجواز، تنجح انها تخليه يحس لاول مرة بحب الناس ليه، وبيبان ان سيرسي ما بيكونش عاجبها التأثير اللي مارجري بتمارسه عليه، وبتتمنى لو كانت هي اللي بتتحكم في الامور. فبتروح تفرغ شوية في ابوها وبتسأله هو عمل ايه عشان يرجع جيمي، لكنه بيكون واضح انه مشغول بكتابة جوابات كتير، بس يا ترى لمين؟ في نفس الوقت ده بيكون جه اليوم اللي دينيريس هتسلم التنين بتاعها مقابل الجيش الانصاري، وبعد اتمام الصفقة بيتضح انها كانت بتشتغل الكل وعاملة نفسها ما تعرفش اللغة الفاليرية، وبتكون من البداية مراهنة على انضباط الانصاري المطلق في تنفيذ وقتها جندري بياخد قرار انه هيبقى حداد للمجموعه دي، وده بيكسر قلب اريا وبيزعلها، لكنها هي كمان هتكون هتتباع كفديه لعيلتها مقابل شويه ذهب، فكلهم تقريبا في نفس الطريق. شمالا بيكون الهمج بيختبروا معلومات جون عن حرس الليل، بس اجرت اللي تقريبا بقت بتحبه بجد بتدعمه، وفي الاخر بيكسر عهده بالعذريه بعد ممارسه الجنس، وبيعيش لحظه حب معاها في كهف وهم في طريقهم للصور. لوك بقى بياخد جيمي على هارن هول عشان يسلمه للورد بولتون، واللي بيكون مش عاجبه الطريقه اللي عاملوا بيها الاسير الملكي ده. وهناك كايبورن الناجي الوحيد اللي كانوا لقيوه قبل كده بيبان انه كان ميستر، بس اتشال منه اللقب بسبب تجارب مريبه كان بيعملها على المرضى، لكنه على الاقل بيقدر ينقذ اللي باقي من دراع جيمي. وهناك في ريفر ران لورد كار ستارك بيكون متحمس جدا للانتقام، فبيسخن لدرجه انه بيقتل الولدين اللانستر اللي روب كان مسكهم كرهائن، وساعتها روب اصلا كان موقفه ضعيف بعد ما خسر وينترفيل، وكمان بسبب ان امه سابت جيمي يهرب، فدلوقتي بيكون مضطر يهدم كارستر عشان يقوي موقفه كقائد للجيش، ولازم ينفذ الحكم بنفسه زي ما ابوه كان هيعمل لو كان مكانه، لكن للاسف ده بيكلفه جزء كبير جدا من جيشه، ودلوقتي ما بيكونش قدامه حل غير انه يصلح علاقته بالفريز ويعتذر لوالدر فري عشان ما وفاش بوعده معاه واتجوز بنته. في دراجون ستون الاخ ستانس بقى اخيرا بيروح يزور مراته، واللي بيكون واضح انها مش في احسن حالاتها العقليه. الست بتكون حاطه اطفالها اللي ماتوا قبل ما تولدهم في برطمانات كانهم تذكارات، لكنها رغم كده بتكون مؤمنه بميليساندر جدا حتى لو ستانس كان بيخونها معاه. الموضوع مش فارق، وبيكون عندهم بنت صغيره عندها مرض الجري سكيل وبتكون تقريبا منبوذه، بس هي بتكون في الحقيقه بنت طيبه وذكيه واسمها برنسس شيرين، وبنشوفها انها بتروح تزور سير ديفوس في زنزانته وبتعلمه القرايه عشان يسلي وقته. وفي هارن هول وتحديدا في الحمام جيمي قاتل الملك بيعترف لاول مره انه قتل الملك المجنون ايريس تارجيريان لانه كان ناوي يحرق
يحرق كينجز لاندنج بالكامل، وبيقول انه كان هيولع في المدينه بالسحر الاخضر ويقتل نص مليون بني ادم. عشان كده جيمي اضطر يخلص عليه. ساعتها بريان بتكون مش عارفه تعمل ايه بالمعلومه دي، لانها طول حياتها كانت شايفه جيمي مجرد خاين وبدون شرف. في العاصمه بقى مارجري بتكون بتتقرب من سانسا وبتخطط انها تاخدها بعيد عن اللانستر خالص، وبتكون عاوزه تاخدها معاها الهاي جاردن عشان تتجوز سير لورس بعد ما مارجري تبقى ملكه. لكن ليتل فينجر بيلقط الخطه من بعيد وبيقول لتايون واصلا اللانسترز كانوا عمرهم ما هيسيبوا مفتاح الشمال يضيع منهم لصالح التايريلز، فبيضغطوا على تيريون عشان يتجوز سانسا. بس تيريون نفسه بيكون شايف ان ده شيء مش مظبوط انه يتجوز عيله عندها 14 سنه. بس المفاجاه الاكبر من كده ان سيرسي هي كمان بتاخد صدمه اكبر، وهي لما ابوها بيأمرها انها تتجوز سير لورس تايريل. ساعتها الابتسامه بتختفي من على وشها فورا. وفي الشمال بالنسبه لسام وجيلي الرحله ناحيه السور بتكون بطيئه جدا بسبب وجود البيبي معاهم. بس جيلي بتكون مبهوره جدا بعالم سام الكبير وبخبرته في الحياه، وده رغم انه تقريبا ما بيعرفش يعمل اي حاجه مفيده زي انه يولع النار مثلا، وهي اللي كانت بتعمل كل الحاجات دي. وبنشوف جوزن ريد نعرف ان الرؤى اللي بيشوفها بتسبب ليه نوبات صرع، لكنه المره دي بيشوف جون سنو والهمج على الناحيه الغلط من السور. اما اجريت فبتقول لجون انه بغض النظر عن مين مع مين في الدنيا دي، بس من النهارده هما اللي يهموا بعض وبس. وبيكون واضح انها شاكه في ولاءه الحقيقي. بس تورموند بيكون مش فارق معاه الموضوع طول ما الراجل محترم وعارف يتعامل مع اي حد. وبنشوف ان التسلق على السور بيكون رحله مرعبه جدا، الرياح المتجمده والجليد اللي ممكن يخون في اي لحظه. تحس ان السور نفسه كانه بيحاربهم، وبيكونوا هيقعوا ويروحوا في خبر كامل. لكن في اللحظه الاخيره جون بيقدر ينقذ اجريت قبل ما اورل يقطع الحبل بيهم، ورغم الخسائر في النهايه بيقدروا يوصلوا لقمه العالم. ومن فوق السور بيشوفوا الشمال من ناحيه والجنوب من ناحيه تانيه. بعد كده الكاهنه ميليساندر بتروح تزور ثورس وبريك دانداريون وجماعه الاخوه بدون رياض، وبما ان كلهم بيؤمنوا بنفس الاله بنلاحظ انها بتتصدم لما بتشوف قوه ثورس في احياء الموتى، لكنها في نفس الوقت مش بتكون جايه للفرجه، لكنها بتكون جايه تاخد جندري، وبتكون عاوزه تستخدم دمه الملكي في تضحيات سحريه تساعد ستانس في المستقبل. وقتها اريا بتحاول تتدخل، لكن ميليساندر بتبص لها بطريقه غريبه وبتقول لها انها شايفه ضلمه كتير في مستقبلها، وبعديها بتاخد جندري وتمشي. في نفس الوقت ده ثيون بيكون لسه بيتعذب على ايد الخادم بتاع الاسطبلات، وبيكون النهارده مركز على التعذيب على صوابعه وبتفنن في سلخ الجلد عنه لحد ما ثيون يترجاه انه يقطعهم ويريحه. اما وولدر فري فبيكون لسه عنده استعداد انه يكمل في التحالف مع الشمال، بس مش ببلاش، وبيكون عايز تعويض ضخم. اولا اعتذار رسمي، ثانيا قلعه هارينهول، وكمان عايز ادميور تالي يتجوز واحده من بناته درب. ساعتها ادميور ما بيكونش مبسوط بالفكره، بس ما فيش مفر، لازم يرضخ للامر الواقع. روس بولتون بقى وبشكل مثير للشك بيكون لسه ما بعتش جيمي لروب، ووقت العشاء بيتكلموا عن فكره انه هيسمح ليه انه يكمل طريقه لكينجز لاندنج، وده علشان يحصل في المقابل على مصلحه من تايوين، بس بشرط انه يروح لوحده بدون بريان اللي كان مفروض انها تروح وترجع بسانسا واريا. في العاصمه بقى تيريون بيكتشف ان جوفري هو اللي كان عاوز يموته في المعركه مش سيرسي. وقتها كان بيتكلم مع سيرسي عن المصايب اللي وقعوا فيها بسبب الجوازات اللي محدش فيهم عايزها، بس كلها كانت مصلحه للمملكه. سانسا بقى كانت متحمسه جدا للجواز من سير لورس رغم انه مش فارق معاها اصلا، لكن تيريون بيكون لازم يبلغها الخبر الصادم ده انها تتجوزه هو بدال من لورس، ورد فعلها بيبين انها اكيد كانت مش مبسوطه. في الوقت ده فارس كان بيستخدم واحده من بنات ليتل فينجر كجاسوسه، بس لما بيليش بيعرف بيوديها لجوفري عشان يتسلى بيها بطريقته، وبيقول ان الفوضى سلم وهو بيعرف يتسلقه كويس. في الغابه بقى جون سنو ومجموعه الهمج بيتحركوا، لكن اورل بيحاول يفرق بينه وبين اجريت. جون بيكون شايف شجاعه الهمج، لكنه بالرغم من كده بيكون متاكد ان هجومهم على السور مصيره الفشل، وبدا يهتم بالنهايه اللي مستنيها. روب بقى بيكتشف ان تاليسا مراته حامل، وده وهم في طريقهم لفرح خاله عند عيله الفريز. وفي العاصمه مارجري بتحاول تقنع سانسا ان تيريون مش بالسوء اللي هي متخيلاه، وده في الوقت اللي برون بيقول لتيريون انه لازم يقبل بالامر الواقع، خصوصا انه مش هيقدر يتجوز واحده زي شاي اللي اصلا بدات معاه المشاكل بسبب سيره جوازه مع سانسا. وبيبقى واضح ان تيريون عنده تجارب سيئه مع الجواز قبل كده، وخصوصا بسبب ان ابوه تايوين اللي كان اتجنن عليه لما عرف انه اتجوز عاهره زمان وهو شاب صغير. بعد كده تايوين بيروح يقابل جوفري عشان يبلغه تقارير عن كل الاجتماعات اللي حصلت، بس طبعا تايوين مش من النوع اللي بيقبل املاءات من اي حد، وبيعرف كويس ازاي ينصح الملك، وكمان بيقول له ما يشغلش باله بالاشاعات اللي بتقول ان في تنانين في الشرق. اما دينيريس في الوقت ده جيشها بيكمل
بيكمل المسيرة من اسطنبول لمدينة يونكي اللي بيشتغلوا في تجارة العبيد. وقتها زعيم المدينة بيبعت ليها سفير يعرض عليها دهب، ويقترح انها تاخد الدهب وترحل عنهم بسلام من غير ما تهاجمهم، وحتى كمان بيعرضوا عليها سفن ترجع بيها لويستروس وتسيبهم في حالهم. وقتها دينيريس بيكون واضح انها لقت شغفها في فكرة تحرير العبيد دي. ومش بس كده، دي بتاخد كمان الدهب وبتطلب من اسياد المدينة كلهم انهم يفرجوا عن اي حد مقيد بالسلاسل، وعاوزة يتم اعتاقه للعبيد. في الوقت ده اريا بتكون متعصبة وغضبانة جدا من جماعة الاخوة بدون رايات لانهم باعوا جندري وكمان مأخرين رجوعها لبيتها، فبتقرر تهرب. بس للاسف بتقابل الهاوند اللي كان بيتابع الجماعة من بعد محاكمته. اما جيمي فبيوعد بريان انه مش هينسى اتفاقه وهيرجع اريا وسانسا لكاتلين، وده قبل ما بولتون بيبعته عشان يروح لتايون. خلال رحلته بيكتشف حاجات مريبة عن التجارب اللي كان بيعملها كايبورن على المرضى، وبيعرف ان لوك اكيد هيعذب ريان ويقتلها لمجرد انه بيحب التعذيب، فبيضغط على الحراس بتوع بولتون عشان يرجعوا بيه لهارنهول. وهناك فعلا بيلاقي بريان وبيكونوا حاطينها في حلبة ومضطرة تحارب دب عملاق بسيف خشب، وبدون تفكير جيمي بينط وسط الحلبة عشان ينقذها وبياخدها معاه للجنوب. اما عند ثيون فالعذاب بيكون لسه العرض مستمر، بس النهارده بيكون يوم مختلف تماما، وبيكون في بنتين بيحاولوا يغروه ويهيجوه. ولما خلاص بيبدأ يدخل في الجو فجأة كل حاجة بتقف. بس عشان ايه؟ عشان هيتم قطع جزء حساس من جسمه. ايوه بالظبط كده. في الناحيه التانية جوجن ريد بيحكي لبران ان الرؤى اللي كان بيشوفها عن الغرابه وثلاث عيون مرتبطه بشخص لازم يقابلوه ورا السور، بس اوشا بتكون مش موافقه وبتكون مصممه انهم لازم يروحوا كاسل بلاك لانها بتكون عارفه ان اللي بعد السور مش هزار، خصوصا بعد ما شافت جوزها بيرجع من الموت ويحاول يقتلها قبل ما تهرب للجنوب. بس جوجن بيصر ان طريقهم لازم يكون مختلف. اما اريا اللي بتكون رهينه عند الهاون فبتفكر تضربه بحجر وتخلص عليه وهو نايم، بس المشكله انه دلوقتي بيكونوا مع بعض في طريق وتكون محتاجاه لانه اصلا ناوي يوديها لتوأم عشان يبيعها لروب وكاتلين واللي اصلا بيكون نفسها توصل ليهم. في الوقت ده دينيريس بتكون بتراقب المرتزقه اللي يونكي استعانت بيهم عشان يحموها، ودي جماعه اسمها الابناء التانيين. فبتقرر تدعي القاده الثلاثه بتوع الفرقه دي للمعسكر بتاعها وتحاول تقنعهم ينضموا ليها، لكنهم بيكونوا مش مهتمين بالعرض. بس في واحد منهم اسمه داريو نهارس بيطول قعدته معاها شويه لانه بيتامل في جمالها. ولما بيرجعوا للمعسكر القاده الثلاثه بيقعدوا يتناقشوا في خطوره جيش دينيريس، وبيقرروا انهم يبعتوا داريو في نص الليل عشان يقتلها. وبالفعل بيروح لخيمتها في نص الليل، لكن بيكون شايل راسين مقطوعين وهم راس القادة التانيين، وبيعلن ولاءه ليها وبين الجيش الابناء التانيين بالكامل ليها. وفي دراجون ستون ميليساندر بترجع وهي معاها جندري، وبتكون النية واضحة جدا انه هيكون جزء من طقوس نارية. في نفس الوقت ده ديفوس بيستمر في دروس محو الأمية بتاعته، وستانس بينزل يزوره في الزنزان، وساعتها بيحكي له انه شاف في رؤية في النار عن معركة وسط التلج، وبيقول له كمان انه مستعد يرجعه المنصب يد الملك بشرط انه ما يحاولش يقتل الكاهنة تاني. اما ميليساندر فبتبدأ الطقوس وبتدخل جندري في لعبة سحرية غريبة، بعديها بتاخد منه دم باستخدام علقة، وبعدين بتخلي ستانيس يرميهم في النار كتعويذة لقتل روب بيلون وجوفري الثلاث ملوك المتبقيين في اللعبة لحد دلوقتي. مارجري وسيرسي بقى بيحاولوا يبانوا مبسوطين جدا في فرح سانسا وتيريون رغم ان كل واحدة منهم كانت بتهدد التانية. وساعتها جوفري كملك بيمسك سانسا من ايدها ويدخل بيها دار العبادة بتاعهم، بس في حركة مريضة زيه بياخد الكرسي اللي تيريون اللي المفروض هيستخدمه عشان يقدر يوصل لتغطية سانسا، فبيضطرها الكلام ده انها تركع قدام الكل، وبتكون سانسا مسلوبة الإرادة كالعادة ومش بإيدها أي حاجة، وتيريون بياخدها فرصة عشان يسكر. تايوين كالعادة بيكون شايف ان تيريون واللي بيعمله ده عار على العيلة، وبيحذره انه لازم يكمل الجوازة مع سانسا ويخليها تحمل منه. في نفس الوقت ده لوراس وسيرسي هم الاتنين بيبان انهم محبطين جدا من فكرة انهم هيبقوا متجوزين. وجوه في الحفلة جوفري وهو سكران بيقترح على تيريون ان عاوز يحضر هو والمعازيم دخلته على سانسا في اخر الليلة، بس تيريون وهو كمان سكران وبصراحة بياخدها حجة، بيهدده قدام الكل انه يقطع جزء حساس جدا من جسمه لو حاول يعمل كده، وده كان هيعمل مشكلة كبيرة. بس تايوين بيهدي الموضوع. ولما بيجي وقت النوم تيريون مش بيكون قادر يجبر نفسه على انه يجي ناحية بنت عندها 14 سنة غصب عنها، وده كان تصرف محترم منه تقريبا لأول مرة. وبعيد في الشمال جيلي وسام والبيبي وهم في طريقهم بيستخبوا في كوخ مهجور يقضوا فيه الليلة، بس سام بيسمع صوت الغربان بتتجمع بره الكوخ فبيخرج عشان يشوف في ايه اللي بيحصل، وفجأة يلاقي وايت ووكر جاي ياخد الواد الصغير ابن كراستر. ساعتها سام بيكون مرعوب كالعادة، خصوصا بعد ما بيكون عارف ان المخلوقات دي تقدر تفتت الحديد بلمسة واحدة، لكنه بياخد نفس جامد من شجاعته وبيطعن الوايت ووكر بالخنجر المصنوع من زجاج
التنين اللي كان لقاه زمان عند قبضة الرجال الأوائل، وهنا بيموتوا الوايت ووكر وبينكشف نقطة ضعفهم. في الناحية التانية داريو كان بيخطط يسلل ليون كاي مع جراي وورم وسيرجورا، وبتكون الخطة انهم يفتحوا بوابات المدينة من جوه، خصوصا ان ليون كاي لسه مش عارفين انه غير ولاءه لدينيريس، وبالفعل يروحوا ينفذوا خطتهم وبيقتلوا الحراس وبيرجعوا بالاخبار السعيدة، وبيكون خلاص تم الاستيلاء على المدينة وبقت بتاعتهم. بس للاسف سيرجورا بيكون مش مبسوط خالص لانه بيكون شايف بعينه ان داريو بقى المفضل عند دينيريس. ونرجع لسام تاني اللي بيكون ناوي ياخد جيلي تحت السور بس باستخدام ممر سري قديم عند نايت فورت، ودي قلعة مهجورة تابعة للحراس على السور. في الناحية التانية من السور بران واللي معاه بيستخبوا في برج مهجور في منطقة الجفت، في نفس الوقت اللي جون والهمج بيهجموا فيه على مزرعة عشان يسرقوا الخيول. صاحب المزرعة ساعتها بيهرب واستخبى في نفس البرج المهجور، لكن الهمج ما بيكونوش سايبينه وجايين وراه. ساعتها هودور بيتجنن من صوت الرعد وبيبدأ يصرخ بصوت عالي، فبران بيستخدم قدراته عشان يتحكم فيه ويسكته قبل ما حد ياخد باله ويكتشف مكانه. ساعتها جون بيتحط في موقف صعب لانه بيكون لازم يقتل الراجل صاحب المزرعة عشان يثبت انه بقى واحد منهم خلاص، لكن بدل ما يعمل كده بيحارب الهمج. وساعتها تورموند بيوقف إجريت وبيمنعها قبل ما تعمل حاجة تندم عليها. بران وقتها بيدخل عقل سمر عشان يقدر يساعد، وجون بيقتل أوريل في اللحظة اللي كان متصل فيها بعقله مع النسر بتاعه اللي بيهجم على جون، لكن جون بيقدر يهرب بالعافية وبيركب حصان ويجري. وبالليل بعد ما الوضع بيكون هادي تماما أوشا بتاخد ريكون وتهرب بيه ناحية الأمبرز عشان يكون في أمان، ويكون كطفل لازم يبعد عن حوارات بران وجوجن وميرا اللي بيكملوا في رحلتهم. روب بقى في الناحية التانية بيكون بيجهز لخطة جريئة للهجوم على كاستل روك معقل اللانستر، وبيعمل ليهم كش ملك عشان يخلخل موقفهم في الحرب. بس بيكون قبل أي حاجة لازم الكل يرجع للتوأمين ويقدم اعتذاراته لولدر فري لأن روب اتجوز تاليسا بدل ما يتجوز واحدة من بناته. روب ساعتها بيضطر إنه يعتذر لكل واحدة من بناته، بينما خاله إدمير بيحاول يخمن أنهي واحدة فيهم المفروض تكون عروسته. ولدر فري زي عادته بيسمم بدنهم وخصوصا روب، بس بيكون لازم يحافظوا على برود اعصابه. وبيجي وقت الفرح وعشان يحضروا فرح الفريز وتولي، ذا هاوند بيسرق عربيه جزار كان رايح يوصل اوردر للحفل، لكن اريا بتمنعه من قتل الراجل اللي سرق منه العربيه، وبيتحركوا في طريقهم وبيوصلوا خلال اليوم. وساعتها اريا بتبص للقلعه بحماس جدا وبتكون مستنيه تشوف عيلتها اخيرا بعد العذاب اللي شافته ده كله. المفاجاه بقى ان ادمير بيطلع محظوظ لان مراته طلعت جميله اكتر مما توقعنا جميعا، وبتبدا المزيكا والطبول بتدق بصوت عالي في قاعة الاحتفال، وكل حاجة شكلها كان كويس جدا والكل مبسوط لحد اللحظة دي. لورد بولتون مش بيشرب، وده فرح مولد يعني، وده بيلفت انتباه كاتلين. وبمجرد ما المولد ينفض ادمير وعروسته روزالين بيتجهزوا للدخلة، بتحس كاتلين ان في حاجة غلط. فجأة الفرقة الموسيقية بتبدأ تعزف مزيكة اغنية اللانستر، وكاتلين بتلاحظ ان بولتون لابس درع تحت هدومه، وهنا بتفهم كل حاجة بس متأخر. في اللحظة دي ولدر فري بيعلن عن هديته لروب، وفجأة رجالة الفريز بيبدأوا يقتلوا الكل بلا استثناء. تاليسا بتتاخد غدر وبيجي واحد من وراها ويقطع الطفل اللي في بطنها. بره القلعة بيقتلوا جراي ويند الديب بتاع روب. وقتها اريا تلحق تشوف كل ده قبل ما ذا هاوند يشدها بعيد عن المجزرة دي. انما جوه قلب المذبحة كانت كاتلين ماسكة مرات وولدر فري الجديدة وبتترجى انه يرحم ابنها، لكن بولتون بيدي الضربة القاضية وهو بيقول للانستر بيبعتوا تحياته. كاتلين بتقتل البنت، وبعد ما خلاص بقت مكسورة تماما بتقف في منتهى الاستكانة في مكانها مستنية حد يجي يخلص عليها. بره القلعة مذبحة بتكون لسه شغالة في كل حتة، في جيش كامل بيتذبح. رجالة الفريز وبولتون بيقتلوا رجالة ستارك في كل مكان. ساعتها الهاوند بيحط ديله في اسنانه وبيهرب بأريا من المكان، بينما راس جراي ويند بتكون محطوطة على جثة روب وبيتم استعراضها كمشهد للانتصار. في كينجز لاندنج بقى بيكون تيريون وسانسا بيتعاملوا مع بعض في أضيق الحدود لحد ما المجلس الصغير بيحتفل بنجاح خطتهم مع وولدر فري. وجوفري الكلب كعادته بيكون عايز يقدم راس روب لسانسا كطبق رئيسي في فرحه، لكن تيريون بيقدر يوقفه عند حد، فجوفري بيتنرفز ويصيح، لكن جده تايوين بيوريه مين الكبير هنا بجد وبيخلي امه تاخده تنيمه زي العيال الصغيره. وبعد اللي حصل سانسا طبعا بتكون مكتئبه جدا من جديد. روس بولتون بقى دلوقتي يبقى حاكم الشمال مكافئ على خيانته. وولدر فري كسب دعم اللانستر وشويه فلوس